السلام عليكم اخواتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الحلوى اللي دغيا كتوجد سريعه وسهله. سميوها كما بغيتو، معلكه الكاوكاو، حلوى الكاوكاو، مهم عندكم اختيار في الاسم، سميوها كما عجبكم. اللي هي غير بالكاوكاو وبلا زيت وبلا زبده، يعني بمكونات بسيطه. انا غنشارك معكم الطريقه والمقادير ان شاء الله، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو او البيان او فول السوداني، كل واحد كيف كيسميه، اللي حمرته في الفران. هنا دابا غنطحنو. بالنسبه للطحين غنطحنو الطحنه الاولى، غنطحنو يكون مهرمش. صافي نطحنوه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، يكون مهرمش بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا. صافي غنكمل الطحنات اللي عندي ونرجع لعندكم. هنا صافي طحنت ديك النص كيلو ديال الكاوكاو كامل او 500 غرام. هنا غنضيف له جوج ديال الساشيات ديال زهرة البرتقال. يمكن لكم تعوضوها بماء الزهر، ولكن انا كنفضل الساشيات حسن. بالنسبه لنص كيلو د الكاوكاو كتعملوا معاها جوج كيسان ديال العنيبه ديال السكر. انا غنعمل كاس واحد وصافي، نتوما لكم الاختيار. صافي غنخلط السكر وزهرة البرتقال مع الكاوكاو وغنطحنوا الطحنه الثانيه. انا غنقرب لكم باش تشوفوا القوام اللي خصنا نحصلوا عليه من نطحنوا الطحنه الثانيه. هنا غنضيف جوج ديال البيضات، وغنضيف ملعقتين كبيرتين ديال كليكوز. يمكنكم تعوضوها بمربى ديال المشمش. كما غتلاحظوا انا هنايا عملت ملعقه ونص، لان ملعقه عندي كبيره. صافي غنضيف رشه ديال الملح، وغنضيف نص ديال الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، 4 غرام. صافي نخلطوا كلشي غير باطراف الاصابع، ما نعجنوش باش ديك الكاوكاو ما يطلقناش الزيت ديالو، غير باطراف الاصابع نبقاو نجمعوا. صافي هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد الحلوى هادي. ما كاين فيها لا زبده لا زيت لا طحين، هاد المكونات فقط. وحنا كنجمعوا وهو ديك الخليط كيعقد وكيتجمع. صافي من بعد ما جمعته غنخليه واحد 10 ديال الدقائق باش تسهل علينا في التكوار. كما كتشوفوا ملي خليته 10 دقائق زاد التجمع. صافي هنايا غنعمل كويرات بحجم 20 غرام. اذا بغيتوا تعملوهم كبارين او صغارين لكم الاختيار، ولكن هذا هو الحجم الطبيعي ديالو، يعني ما كبيره ما صغيره.
هنا من بعد ما كملت الكويرات كامله، يعني الكميه اللي عندي ساليتها كامله، هنا في الزلافه عندي جوج ديال ابيض البيض، غنغطسوا فيهم ديك الكويرات ديال الكاوكاو ونعملوهم في الصحن اللي فيه اللوز ايفيلي. يمكن لكم تعوضوه بكاوكاو ايفيلي. صافي غنكملوا بهذه الطريقه هذه، يعني كويره ديال الكاوكاو نعملوها في ابيض البيض، ونعملوها في اللوز ايفيلي نفندوها فيه. في هذه الاثناء راه الفران عندي شاعل على اعلى درجه باش يسخن الفران. بالنسبه لهاد الحلوى هذه ملي كنفند هكذا في اللوز ايفيلي، كنهزها كنحطها نيشان في الطاوه، ما كنضغط عليها ما حتى شي حاجه، حيت هي اصلا ملي كطيب كتنزل. من بعد ما ساليت الكميه كامله دخلت الصفيحه نفران، نزلت العافيه نزلت درجه الحراره على 180. صافي خليتها مده 15 دقيقه حتى 20 ماكسيموم، ما تفوتوهاش. ملي عاد تخرجوها من الفران خليوها تبرد واحد شويش، حيت هي دغيا دغيا المهم كتفرتت. هي حلوى يعني ماشي ما كتجبرش راسها، ما كتكونش شاب راسها ملي كتخرج من الفران. المهم صافي هنايا كندهنها بناباج باش كتعطي ديك اللمعه. هذه الطاوه الثانيه انا جبدتها من الفران باقا سخونه كما جبدتها، باش نوريكم هاد الحلوى كيفاش كتكون ملي كتكون ان شاء الله جبدناها من الفران يعني باقي سخونه. انا غنضغط على وحده، هانتوما كتشوفوا يعني دغيا كتفرتت، ما شبرش في راسها مره، خليوها حتى تبرد ودهنوها بناباج وعاد قدموها في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. انا صراحه خليتها حتى لغدا، عاد صورتها معكم باش يجي التصوير واضح، حيت بالليل كتكون الاضاءه شويش ضعيفه وحتى بردت مزيان. هانتوما كتلاحظوا كيفاش جات مع ديك اللمعه ديال الناباج، جات رائعه كما قلت لكم، بلا زبده بلا زيت، يعني مكونات سهله ودغيا كتوجد. دائما كما العاده غنشارك معكم الحلوى كيفاش جات من الداخل، غنقسمها معكم. شوفوا كيفاش جات محمره. انا قلت لكم ما تفوتوش 20 دقيقه، 15 20 دقيقه في الفران كافيه. ها هي من الداخل شوفوا كيفاش جات طايبه ومعلكه، جات رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تجربوها في هذا العيد هذا. كما قلت لكم خصوصا هي اقتصاديه، لا زيت لا زبده، وكتوجد في الحين. بالنسبه للكميه، انا هاد الكميه ديال 500 غرام ديال الكاوكاو خرجت لي 43 حبه. اذا بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوهم. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده، والى اللقاء.